ياخد صوره زي دي يعمل عليها حدوته. الحواديت كتير جدا في موضوع الفيفا. اخرها حدوته حل اتحاد الكوره، هيقدموا استقاله، احنا هنتجمد. انت انقذت كم مصر مره من التجميد؟ بص، هو يعني انت ايه، اصل هو كلام فيه كلام كبير. يقول لك ايه؟ الاستقواء بالخارج. ايوه، وفزاعه الفيفا. فزاعه الفيفا كلام خلص من العالم. هو مفيش حد بيجبرك ان انت تمشي تبع لوائح الفيفا. لا احد يجبرك، ولا الفيفا لا تستطيع ان تجبر امريكا والمانيا وايطاليا وكل العالم الكبير المهم ده. انت عايز تشارك في بطولات قاريه او دوليه يجب ان تلتزم بالورقه دي. مش عايز، ما فيش حد قال لك ما تعوز، بس العب عندك. يعني مفيش حد يقول لك حاجه، يعني لا يجبرك احد ان انت تنفذ الورقه دي طالما انت ما بتجيش عنده. انما عايز تبقى ضمن منظومه دوليه وبتلعب هنا وهنا وهنا، يجب ان تحترم الورقه. ده البساطه. فاحنا بناخدها زي ما بقول لحضرتك سنه 97 واحنا بننظم. فبقول والله انا كنت مره في مجلس الشعب وبقول يا جماعه اللوائح دي 97 بقول التفكير ده متوارث. بقول طبقا لتعليمات الفيفا المفروض نعمل 1 2 3 4. يقوم طالع حد مهم جدا سياسي مهم، احنا بنتكلم في رياضه، الرد يكون ايه؟ قال لك مصر لا تحكم من الفيفا، مصر تحكم من رئيس محمد حسني مبارك. ايه علاقه؟ فقلت ما فيش امل. يعني انت بتتكلم في حاجه. ما حاولتش برضو تقرب؟ لا، قربنا وضحكنا وخدناها، يعني بسطنا المساله، ولكن انت شو ده التفكير يعني. الموضوع ده خلاص انتهى. النهارده الكويت احمد الفهد له والشيخ احمد محافظ الالفاظ كبير جدا، لا ثقل كبير في العالم الرياضه واللجنه الاولمبيه. والنهارده الكويت واقف على 3 4 جمل انها لا تعترف بمحكمه رياضيه. قالت مش هنعمل محكمه رياضيه، وبالتالي وقفت. ذنب ايه الاجيال؟ يعني كان عندهم فرقتين بيلعبوا سيمي فاينال كاس اسيا استبعدوا. النهارده نيجيريا طلع قرار محكمه وبيحاولوا يحلوا. في يوم ما طلع قرار من الفيفا او الستمنت من الفيفا قال فيه انه في حاله كذا يبقى نيجيريا موقوفه. تمام. مفيش حد جاب سيره مصر. مفيش حد قال شكرا. مفيش حد يعني يا جماعه اتحاد يا دولي من فضلكم سيبوا مصر دلوقتي. احنا بنحاول نحل مشاكلنا بيننا وبين بعض. لو في مشكله خلاص تتعرف، العالم كله قد كده. بالظبط. انما احنا حتى الان بنحاول نحل مشاكلنا بيننا وبين بعض، وبنحاول نسوي المساله. طبعا انا دايما يعني مع احترامي للزملاء الاعلاميين ان النهارده بتتكلم اتحاد الكوره يمشي وما يمشيش. ومفيش حد يتكلم عن اللي رفع قضيه بالغلط. رفع قضيه بالغلط؟ يعني القضايا الاداريه، لانك انت دخلت انتخابات بلائحه، اللائحه بتقول ما تروحش لقضاء اداري، فيقول لك الدستور بيقول كذا وكلام انا يعني مش قانوني قوي، انما افهم في اللوائح اللي هي خاصه بالرياضه. انما فيما يخص القوانين لها اساتذتها واللي احنا بنتعلم منهم. وبالتالي يعني انا بقيت بستغرب انه بيتكلموا على خطا من اتحاد الكوره مش عايز يمشي. طب والخطا اللي بيسبب التجميد؟ فاتحاد الكوره في الحاله دي في ضغط على السيد الوزير، وبالتالي يقول يا جماعه لا، الولاد كمان مش اقل وطنيا منهم. مش من اي. ففي الحاله دي انا قعدت معاهم قلت لهم لو في ضغط وانتهى الموضوع احنا مش هنعرض نفسنا للعقوبات، يجب ان تقعدوا مع بعض وتقدموا استقالات، والحقيقه كلهم مستجابين. انما لازم ياخدوا وقتهم برضو في الاستشكالات والقضاء زي ما غيرهم اخذ فرصته. فانما ده حل الحقيقه الرياضه لغايه لما تطلع قانون الرياضه وهو اللي يفصل في الحد ده. وانا اعتقد ان في مزمع انشاء محكمه رياضيه زي ما موجود في محكمه اقتصاديه. اعتقد ان شاء الله دي هتحل مشاكل كتير. في كونجرس الفيفا قبل الاخير وقيادات الفيفا بتؤكد للوفد المصري ان اكتر مشاكل بتيجي للاتحاد الدولي بتيجي من الكره المصريه والاتحاد المصري، خاصه في اللوائح واللائحه ولاعيب ومستحقات. ايه الحدوته دي؟ ما هو احنا بنستسهل الحقيقه ان اي حاجه اللي يقول لك انا هشتكي الفيفا. انا يعني ما انا زي شوف انا بقول لك الرد ايه. لا هنحاول، لما انا بقول فيفا بقول نحاول نحل مشاكلنا اللي انا منهم. بقول لهم من فضلكم مش حد يمد ايده. فبالك احنا بقى بنعكس، يعني بنروح للفيفا. وبالتالي طبعا يعني الموضوع ده عندنا في مصر موضه زي يعني واحد بيعمل جزم كله يعمل جزم، فواحد بيقدم الفيفا كله كله يقدم الفيفا. وفيفا في حاجات كتير يعني تقول لك انت باعت لي ليه؟ ده ما حاجه موضوع يخصك. يعني ده شأن داخلي يخصك. يعني هو بيوصف شأن داخلي، مش ان هو ما يتصرف. لا يعني انت عندك لائحه بتاعتك، عندك لائحتك، ما انت بتكلمني ليه؟
فتترجم شأن داخلي، يعني انت إن الفيفا اتصرف ملوش انت دعوة. بقى. لا مهمه قوي الجمله دي. شأن داخلي عشان عندك اللائحه اللي بتقول كده. يعني وأنا حصلت معتمد في لك حادثه اللائحة. زميل من الزملاء اللي ما قدمش استقالته وكان طلع قرار، انا بعتقد انه طلع بقرار غير مقصود من او تفسير ما كانش جيد من وزاره الشباب والرياضه، انه لا مانع. عصام عبد الفتاح. لا مانع، وبالتالي انا بسن سنه غير طبيعيه. والاتحاد الدولي قال ايه؟ ما هو قبل ما يبعت ما هو بيقول لي ايه الموقف عندك، فقلت له الموقف هنحله برضه. ما تبعتليش تقول لي اعمل. طب انت هتفضل تحل لغايه امتى؟ وبعدين تجميد، سيبونا مش هنجمد. في موقف غلط ووزاره الرياضه بتطلع قرار غلط، سيبونا مش هنجمد. ده بيخلي الناس تقول ان الباشمهندس هاني ابو ريده زي ما بيحل كده، وقت ما بعوز عقربها يوقفها بيوقفها. لا ما هو بص، ما انت بتحل باللائحه برضه. اه ولما تيجي توقفها باللائحه برضه، مش من عندك، مش من عندياتك، يعني مش انا بطل. لا، انت بتخلي الناس تقول له اديني فرصه، اديني فرصه. انما وقت الجد مش هديك فرصه. هيجي يقول لي يعني لو صدر قرار زي ما حصل لما صدر قرار من الوزير عمري بحل اتحاد الكوره وتشكيل لجنه. برئاسه الكابتن عصام عبد المنعم. لا مانع، بل باتفاق مع الاتحاد الدولي. وبعدين التشكيل لجنه يجي يطلع من عنده، ما يطلعش من عندك. يعني انت بتقترح، ممكن تشكل وفد تقول والله عندنا مشكله كذا كذا وده حصل كذا وعاوزين نشكل لجنه، وارد. انما ما تجيش انت عنتر تقول لا الكلام ده خلص، ما عادش في الكلام ده. سواء عليك برضو، بقول على المانيا، على اي فرقه، على اي حاجه، مش مصر. يعني مش عارف مين قال لي، يمكن الكابتن احمد شوبير كان بيقول في البرنامج والله يعني الليل الاتحاد الافريقي هياخد شهر 6 انا الحقيقه ما لحقتش اكلمه، بس جت في بالي دلوقتي، لانه احنا القرعه كانت 27/11 بتاع كاس العالم، كنا ل 12. انا اتدخلت، قلت يا جماعه انا بقول علني اتدخلت. قلت يا جماعه سيد عيسى حياته نعمل قرعه في 12 في 11 ليه؟ طب نستنى لغايه شهر 6، لان المفروض بعد شهر 6 يبقى بنعلن بقى الكلام ده بعد اخر راجل خلاص بعد اخر مباراه في 6 الكلام ده معلن. وكان الميديا هنا معروفه ان في ناس راحه للاتحاد الافريقي يوم 27/11 او 17/11 وحاجزين ومتكلمين، واتغير القرار عشان ندي فرصه احنا لنفسنا نروح لمكاننا. وعايز اقول كمان لدول اخرى نبقى فير. والراجل مش عاملها عشان مصر كمان، اقتناع. احنا مستعجلين ليه؟ ما احنا عندنا لغايه 6. لكن انت برؤيتك كده حسيت ان دي هتخدم كتير ومنتخب مصر اكتر المستفيدين منها. مش لا ده تصميم بقى ان انا اعملها كده، خلينا بقى قدام على الهوا بنتكلم صح. طيب انا وبالتالي اتعملت. فيقول لك الاتحاد الدولي ضدنا والاتحاد الافريقي ضدنا، ليه يا بيه؟ انت اخد ماتش 6 ليه؟ ده انت كنت في 11. انما الدول كلها قالت خلاص اتفقنا ان بعد مباراه. عشان كده انا بقول ان مباراه مصر اللي جايه مهمه جدا. لو ما كسبناش من الماتش الجاي ممكن نبقاش في ال5 الاوائل. انا عايز احييك على الهوا على حاجه وانا بتكلم قدام الناس كلها. اللي يعمل حركه زي اللي انت بتعملها دي وتكايه هيقعد يلف على الدنيا كلها. ده انا لا، انت مش عامل حاجه صغيره. يعني لا، بدل ما القرعه تتعمل في 11 عاملها في شهر 6 وحاطط في دماغك شغل معين عشان توصل بالمنتخب لمرحله معينه، وقد تواجه بعض الانتقادات داخل الاتحاد الافريقي، وما فكرتش في كل ده، فكرت في مصلحه منتخب مصر. طب انت بتقول على حاجه زي كده. طب ولما احنا غيرنا كذا ميعاد للمنتخب، مظبوط. طب كان في احد الزملاء كان معايا في سويسرا وفي وقت الدور كان فجاه قاعد معايا، فجاه يعني رئيس اتحاد معين قال انا مشوني وبتاع والدنيا مقلوبه عليا. ليه يا عم؟ قال لك انا مصر غيرت الميعاد وكان المفروض نكسب 2-0، غيروا الماتش قبلها ب2 واحنا اضطرينا نوافق انا طبعا بتغدى كأني مش سامع. فاللي معايا قاعد جنبي اخد باله. قلت له ما احنا خلصنا على الراجل اللي قاعد الطيب ده من غير لما هو يحس. الكلام ده كله ما تقدرش تقوله طبعا. هو انت بتاخد ميزه عنه ليه؟ انما الناس بتقدر موقف مصر وبتقدر ان مصر دي مصر رائده في افريقيا، ومصر ياما عملت لافريقيا بشكل كبير بالظبط، وساعدت الدول الافريقيه كبيره، ومصر لها قيمه كبيره انها بلد المقر، وبالتالي لما بيقدروا يساعدوا ما بيتاخروش. وهم يعلموا جيدا ان كان موقف مصر يعني ما نقولش احنا بنغير الملعب، مش استهزاء بالاخر طبعا، ولكن لظروف عندنا امنيه. وبالتالي كان هم بيسمحوا بده وما قدرش هو حتى من الروح الحلوه كمان. مش كده بقول لي عشان ما نقولش حد يهاجم الاتحاد الافريقي.
هو لو قول بناء على طلب الاتحاد المصري، الدوله الاخرى تقول لك لا، انا مالي، انت قلت بالظبط. لي يمكن. ما هو زي انما هو بيقول لك ايه؟ بناء على اللي احنا شايفينه كاتحاد افريقي كذا كذا كذا، فمفيش احسن من كده يعني، تعامل مع قيمه مصر ومع الناس الموجوده، وده مهم جدا جدا. ومع قيمه هنا ابو ريد. لا يعني مش خلينا عايز نتكلم يا جماعه اقولها. في نقطه مهمه يا اتفضل. باشمهندس، والكلام جاب بعضه. كره القدم والرياضه في العالم دي بيسموها القوه الناعمه، وانا ادرك تماما ان معايا اللي قاعد قدامي واحد